السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. لو أول مرة تشوفني، معاك مطبخ مكة للأكلات المصرية، وهقول لكم كل حاجة إن شاء الله بكل حب وكل مصداقية. كل اللي عليك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان القناة تكبر بيكم حبايب قلبي ويوصل لك كل إشعار إن شاء الله. النهارده بقى بُصّوا الجمال بقى وبُصّوا الحلاوة وبُصّوا الطعامة بقى. هنعمل شوية سمك إن شاء الله تحفة بلطي في الفرن من غير ما نهدّر إزازة الزيت اللي بقت بمبلغ وقدره. وزي ما قُلت لكم المرّة اللي فاتت، هنحاول على قد ما نقدر نعمل حاجات اقتصادية وإن شاء الله تكون مفيدة. والطعم يا بنات إن شاء الله خرافة. دول كان 2 كيلو، حوالي 2 كيلو و400 جرام سمك. كانوا معانا 6 سمكات وسط كده، وكنا فاتحينه سنجاري هاوريكم دلوقتي. ودي كل ال الخضار اللي إحنا محتاجينه والتوابل، ومعانا ليمون شرايح للتزيين. ودي بقى بُصّوا التوابل حبايب قلبي، معانا كبير قصدي معلقة كبيرة ملح، ومعلقة ونُص دي بهارات سمك وبابريكا، ونُص معلقة شطة، ومعانا كمون ومعانا كزبرة. دول أهم توابل بنحتاجها للسمك يا بنات. تحفة، تحفة. وأي نوع سمك تحبيه ممكن إن شاء الله بوري أو تونة تعمليه بالخلطة التحفة دي من غير ما تقليه ولا تشويه. وعسل يا بنات وتحفة وحاجة كده ما شاء الله. يعني بُصّي هتعتمديها من الآخر. جبنا حبايب قلبي كده طبق أو بولة عندِك، ودول كانوا معلقتين توم مفروم أنا باحفظه في التلاجة، وكنت باحط معاه نُص قرن فلفل. عندِك التوم كده عادي ما فيش أي مشكلة، بس أنا باحب أحط عليه فلفل، وباحفظه في علبة محكمة الغلق في التلاجة. ودول حبايب قلبي معانا. هنحط دلوقتي معلقة اللي هو الفلفل الأخضر، علشان حبايب قلبي هنقول هنعمل إيه مع بعض وبنعمل خلطة كده تحفة. حطيت معلقة، هو الفلفل فيه التوم فيه آسفة، بس إحنا برضُك بنحط عشان نعزّز الطعم. ودي كانت واحدة فلفل أحمر برضُك كلّها متقطّعة في الكَبّة، أو عايزة تفرميها تعمليها بالمبشرة ما فيش أي مشكلة. حطيت برضُك معلقة، ونحط البهارات الجبارة اللي هي معلقة ملح معلقة كبيرة ملح، ومعلقة ونُص بهارات سمك، والبابريكا، وحبايب قلبي الشطة، ومعانا معلقة كزبرة، ومعانا معلقة كمون، وحطينا ليمونة كاملة، وحطيت حبايب قلبي معلقة كبيرة خل. ونشوف بقى الجمال بقى والخلطة يا بنات تحفة. وإن شاء الله تعتمديها وتعمليها، وعسل، عسل ومش باغيّرها. بُصّوا هنا بقى لقيتها قاسية شوية يعني ناشفة، حطيت حوالي معلقة كده كبيرة. أنا حطيت نُص وبعد كده نُص، حطيت بس عشان تبقى الخلطة معايا سايلة شوية. وبعد كده خلطتهم كويس أهو يا بنات. وبعد كده بقى هنشوف هنعمل إيه في السمك العسل التحفة اللي إن شاء الله هتعتمديه ومن غير تهدير للزيت. بُصّوا حبايب قلبي أنا خلّصت أهو. وبعد كده بقى جِبت صينية كبيرة وجِبت ورق فوم. وبصراحة ما كانش عندي ورق زبدة، عايزة تحطّي ورق زبدة ما فيش أي مشكلة. عندِك صينية جرانيت ما بتلزقش من تحت ما فيش مشكلة. وفتحنا السمك كده بعد ما نضّفته وغسلته كويس جدًا، وما تحطّوهوش في الملح والليمون والخل كتير، علشان السمك من الأنواع اللحوم اللي هي ما بتستحملش إن تتحط في حاجات خل والملح يهريه. فإحنا بحوالي كده بنخلّيه ساعة إلّا ربع كده عقبال ما يتنقع وبنشطفه. فتحناه كده من السلسلة بتاعته من النُص بسكينة حامية معاكِ، وبعد كده نشّفته وزي الفل. وكنت شاطفاه بقى وتحفة. وبُصّوا زي الفل. فحطيت بقى دول كانوا 6 سمكات وسط. وبعد كده الخلطة دي حبايب قلبي هنحط بقى كده نتبّل السمك. وباقة الخلطة بقى هتفضل معانا. هنقول نعمل إيه عشان هتبقى خلطة. بُصّوا يا بنات، والدتي بقى كانت عندي وقالت لي: "بُصّي أنتِ عاملة إيه في السمك ده؟" قُلت لها: "يا ماما أنتِ أول مرّة تدوقيه؟" فما شاء الله والله يا بنات كان الريحة في الفرن وهو بيتعمل بيتشوي كان تحفة، تحفة. وطعمه إن شاء الله تعتمديها. وزي ما قُلت لِك إن شاء الله مش هتهدري الزيت، والطريقة صحية وخفيف جدًا وطِعِم جدًا. إحنا هنا بُصّوا بقى السمك القمر المغسول المتنضّف كده، وكنت نشّفناه كده بمنديل كده من أي سوائل. حطينا كل الخلطة الجبارة دي في كل السمك كده، ونخلّي بالنا لو في سمكاية محطوطة على التانية فنحُط في الراس كده ونحُط في الجوانب. وبعد كده حبايب قلبي بُصّوا بقى المنظر يشهي إزاي. إن شاء الله بقى نحُط له شوية خضار كده عسل هيدّي تطعيمة. وزي ما قُلت لِك أي نوع سمك حبيبة قلبي، البوري، التونة، المكاريل اللي أنتِ عايزاه ممكن تعمليها عسل. بُصّوا بقى اتبقى حبّة خلطة، حطيت 2 بس معلقتين زيت علشان لمّا يخُش الفرن حبايب قلبي يحمَر معانا ويبقى
بيبقى عسل كده. بُصّوا معلقتين 2 بس، وبعد كده إن شاء الله هنجيب بقى الخضار العسل القمر ده، حبّة بقى برضُك حطينا أدي إن شاء الله معلقة كده حلوة كده، معلقة كبيرة كده اللي هو الفلفل الألوان، ما عندكيش ما فيش أي مشكلة، حُطّي فلفل أخضر، بس هو كان عندي والباقي ده هاقول لكم نعمل بقى بيه شوية رُز دلوقتي تحفة. ودي طماطم بقى أنا باشراها من بالمبشرة مش في الكَبّة، خدت منها معلقتين، ودول كانوا حبايب قلبي. جزرتين وسط أو عندِك واحدة كبيرة ما فيش أي مشكلة حُطّيها، بتبقى عسل يا بنات في خلطة السمك. وإن شاء الله حبايب قلبي برضُك حطينا تاني معلقة بُصّوا حوالي معلقة برضُك كبيرة أو معلقة ونُص فلفل أخضر. ويا حبايب قلبي حطيت بقى بصلاية صغنّنة كده، بصلاية وسط عشان بيدّيها تسكيرة وطعم جميل جدًا للسمك. وحطينا بقى بُصّوا البقدونس غسلاه وكنت مصفّياه مقطّعاه صغنّن كده، فحطيت حوالي 3 معالق كبار كده عشان يدّي بقى طعم إيه للخلطة التحفة. بُصّوا بقى الجمال يا بنات بقى، الخلطة بتتكلم عن نفسها. يالّا بقى لايك بقى أحلى لايك لأم مكة، علشان إن شاء الله حبايب قلبي يوصل لك كل إشعار إن شاء الله بالقناة بتاعتنا. بُصّوا الخلطة تحفة، تحفة، وأي نوع سمك زي ما قُلت لِك حبيبة قلبي بيبقى عسل. وحطيت بقى نُص ليمونة تاني كده، وكنت باحط إيدي كده بُصّي عشان أمنع بس البذر، إحنا حاطين في الأول، بس أنا باحط بقى طبعًا السمك كلنا عارفين روح الليمون بيدّي مزازة حلوة أوي، أوي يا بنات. وبعد كده قلّبتها، وتعالوا بقى نحط الخلطة الجبارة اللي إن شاء الله تعتمديها وتعمليها، وإن شاء الله بقى نفردها على السمك التحفة. بُصّوا بقى يعني حاجة ما شاء الله والله يا بنات تحفة، تحفة. زي ما قُلت لِك لو عندِك صينية جرانيت مش حابة ورق السلوفان ما فيش مشكلة، بس أنا ورق الزبدة كان عندي خلص، فأنا يا دوب حطيته على ضهره كده السمك، فما نخافش ولا أي حاجة يعني عشان ما حدش يقلق من ورق الفوم. وبعد كده حبايب قلبي أول ما استوى ما خدش وقت معانا في الفرن، فعلى طول حطيته طبعًا في طبق التقديم فما يجراش أي مشكلة. بُصّوا حطينا بقى الخلطة كده في كل جوانب كده السمك، وفي الراس كده وفي الجوانب كده، الخلطة العسل اللي ريحتها يا بنات والله، والله يعني بُصّوا كان اللي داخل الريحة كانت قالبة الشقة، وما حدش كان مصدق إن ده سمك. كانوا بقى بيحسبوا فراخ مشوية. كان الطعم وريحة التتبيلة يا بنات والله في منتهى الجمال. إن شاء الله تعمليها على أي نوع سمك تحبيه، عندِك الخير كُلّه يا رب. وطبعًا كُلّنا عارفين السمك كُلّه فوسفور، وسعره الحمد لله رب العالمين مهاود. هنا بقى بُصّوا اللقطة دي جات منّي بسرعة، فمعلش سامحوني التزويق ده ما أعرفش هربت فين ما لقيتش اللقطة. فأنا حطيت بقى واحدة فلفل كده أصفر، واحدة فلفل أحمر، وليمون بقى كده. بُصّوا يا بنات بقى حاجة بقى اللهم بارك، هنحطه حبايب قلبي ما بياخدش وقت في الفرن. حطيته ما خدش حوالي ساعة إلا ربع تقريبًا، وآخر دقيقتين عايزة تولّعي الشواية دقيقة واحدة بس علشان ما ينشفش منِّك ما فيش مشكلة، مش عايزة سيبيه في الفرن وهو هياخد لون. هنا بقى جِبت حبّة حبايب قلبي، جِبت حبّة زيت كده 4 معالق كبار، وبصلاية المقطع ده معلش برضُك سامحوني اليوم ده كان الكاميرا عمّالة تهرب منّي. حطيت معلقتين اللي هم الفلفل الأحمر علشان نعمل رُز أحمر عسل، ودول حبايب قلبي كانوا 3 طماطم مبشورة، إحنا خدنا منهم معلقتين للخلط بتاع السمك، وسِبت الباقي بُصّوا نعمل بيها. أول ما البصل ريحته تطلع حطيت المعلقتين الفلفل الأحمر، وحطيت الطماطم، وبعد كده تتسبك شوية حطينا ضبطنا الملح معلقة كبيرة ونُص معلقة فلفل أسمر ومعلقة بابريكا عشان يبقى لونه أحمر يا بنات ويبقى تحفة. بُصّوا أول ما ياخد دقيقتين كده الطماطم تتسبك معانا كده ولونها يبقى أحمر كده وفُل كده وعسل، إن شاء الله كنت غاسلة كيلو رز يا بنات وهنعمل أحلى حبة رز أنا على طول باعملهم وتحفة، تحفة. كنا مصفيينه وحطيناه أهو بعد ما غسلناه كويس وصفيناه، وهتشوفي بقى أحلى رز أحمر إن شاء الله تاكليه جنب حبة سمك عسل. أنا باحب أعمل الرز ده للسمك على طول، والرز اللي هو بالبصل البني، فبيبقى الاتنين تحفة، تحفة ومناسبين جدًا، جدًا للسمك. نشوّح بقى الرز يا بنات لازم نشوّح كويس جدًا. أنا مش من نوع حبايب قلبي إن أنا باحط مَيّة تغلي وبعد كده أحط الرز، لأ أنا لازم أشوّح الرز عشان يطلع متفلفل حوالي دقيقتين كده أو 5 ثواني بالضبط كده علشان على نار هادية علشان حبايب قلبي يطلع معاكِ متفلفل. أول ما تحسّي إن هو متفلفل كده ونشف معاكِ شوية، نحط بقى مقدار المَيّة، مَيّة عادية خالص من الحنفية لغاية حبايب قلبي ما ياخد معانا. بُصّي يعني يا دوب بنغطّي، أنا بس عشان عارفة إن الرز ده بياخد مَيّة شوية فزوّدت حبّة صغيّرين. وحبايب قلبي نقلّب تقليبة ونسيبه إن شاء الله أول ما يتشرّب المَيّة نوطّي عليه ونسيبه يا بنات إن شاء الله يكمّل تسويته. بُصّوا بقى الطماطم بتبقى باينة لمّا بنكون عاملينها بالمبشرة أو مضروبة بالكبة ما فيش مشكلة، والفلفل يا بنات الأحمر الألوان بيدّي طعم رهيب وبيبقى شكله برضُك حلو إن شاء
الله ساعة التقديم. كده غطّيت عليه أهو، وعقبال بقى ما خلص بقى والسمك أهو ما خدش وقت، بُصّوا بقى الجمال بقى وعملنا حبّة سَلطة وحاجة يا بنات، وزي ما قُلت لكم والله يعني بُصّوا الريحة وما شاء الله وحاجة صحّية وحاجة خفيفة وأحسن ما تقليه في الزيت. أنا حبّيت أعمله كده النهارده، أنا باحب التغيير وبنعمله كده على طول. زي ما قُلت لِك عندِك بوري، عندِك تونة، اللي أنتِ حابّاه ممكن تعمليها، وإن شاء الله حبايب قلبي عسل. وبُصّوا الرز أنا قُلت أورّيه لكم قبل ما أغرف، تحفة. وقطع الطماطم بقى بعد ما استوى بتبقى باينة كده وحبّة الفلفل ولا في حاجة معجّنة ولا في الكلام ده. بُصّوا أنا قُلت أورّيه لكم، وبعد كده شِلت السمك بقى عشان قُلت مش هاقدّمه بالصينية كده بالصاج، وبعد كده حطّيت بقى 2 وحطّيت لكم واحدة في سرفيس أهي، وعملت حبايب قلبي حبّة سَلطة خضرا. وإن شاء الله بُصّوا السمك مهري وحاجة كده، طبعًا كُلّنا عارفين إن الأسماك ما بتاخدش سِوَى كتير، ودوقي بقى واستمتعي إن شاء الله بأحلى سمك تحفة، تحفة. وزي ما قُلت لِك خفيف وتوفير منعًا كمان زي ما قُلت لكم الإهدار إزازة الزيت اللي بقت بمبلغ وقدْر. ربنا يوسّعها عليكم ودايمًا عندكم الخير والفرح والسعد إن شاء الله، واتفضّلوا معانا. ولو عجبكم بقى الفيديو يالّا اعملوا لي لايك، واشوفكم في حفظ الله ورعايته من مطبخ أم مكة حبايب قلبي، ودعوة منكم حلوة باستمرارية القناة. يالّا بقى اعملي الجمال ده كلّه وابعتي لي في الكومنتات إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله الوصفة تكون سهلة وسريعة وعجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.